مقاس الكارت اللي هو 5 في 9. العرض 9 والارتفاع 5، وبنعملها 5.3. ال3 دول عشان في المطبوعات بتفرق معانا، عشان بيكون في كده اجزاء بنحتاج اجزاء زيادة في الطباعة، فبتكون 5.3 و 9.3. وبتكون مش بالبكسلز، بتكون بالسنتيمتر. وبعدين بندوس قشطة كرييت. نيجي بيجيلنا الشكل ده بتاع الماس ده. هنعمل اكتر من شكل او ديزاين للكروت. الموضوع ما بيكونش صعب بما انك اوريدي معاك التولز، فاي شكل كارت بتشوفه بتحب ان انت تعمل زيه، بس ده الموضوع ما بياخدش كتير. طبعا الموضوع على الفوتوشوب بيكون اسهل وفي تولز اكتر، وبتكون عندك قدرات تمانج الموضوع اكتر. بس اتس اوكي. هنحاول الفترة دي ان احنا نشتغل على فوتوبيا بما ان ده المتاح. طبعا مش هنستنى لما يكون عندنا متاح احسن، لازم نبدأ بالمتاح. anyway هنبدأ مثلا بالشيب ده. اول حاجة هنيجي هنا هناد layer. اهم حاجة في الدنيا لما تيجي تعمل اي حاجة تاد layer. done. هاجي اعمل كده المربع بتاعي، وايه هاخده كده، وهنا اد مربع تاني. اتأكد ان انا بالايه ماشية بالموف تول، وليكن ادي عملت اول مربع عندي. done. يا ترى هعمل ايه لما اجي اضيف مربع تاني؟ make sense هضيف layer. ادي المربع بتاعي. تمام. done. بعدين هقاد كمان مربع. هجيب الموف تول بتاعتي وهبدأ ان انا اقف على اللاير بتاع المربع واحرك المربع. هحط المربع هنا، طبعا لما بنعوز ان احنا ناخد نفس اللاير هي بندوس كنترول جي، بس طبعا مفيش كنترول جي، فهنعمل كمان مربع. تعمل لي كده شكل من الجنب لذيذ. بعدين ممكن اجيب هنا عندي اللوجو بتاعي. اتاكد طبعا ان انا واقفه على الصوره عشان تتحرك معايا. هادي اللوجو هنا مثلا. هادي اللوجو. هاجي هنا كده هجيب تكست. هاد تكست. يعني مش لازم كل حاجه تكون بنفس اللون، المهم ان هي تكون من اللون او من الهويه بتاعتي. ادي المقاس بتاع التكست. هدوس هنا فوق اختار شكل الخط اللي انا حباه، وليكن ده. وكالعادة النيم. بعدين وليكن البليس. هضيف بقى ايا يكن المعلومات التانية اللي عندي. النمبرز. ممكن اخلي الباك كلها تكون نبيتي، واخلي المربعات تكون جولد بما ان اللوجو بتاعي جولد. طبعا لما بيكون معاك اللوجو PSD بتاخد بقى هو متفرغ وجاهز وبتاع، بتاخده بتظبطه. تظبط المربعات على الفوتوشوب وكده، او ان انت الفكره في الفوتوشوب ان انت يمكن ان انت تاخد نفس اللاير از كوبي وطريقه سهله موت. انت ممكن تعمل التلاتة بنفس المقاس بطريقه سهله بدل ما تفضل تقاد لاير. ممكن نعمل شكل تاني. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي بالريكتنجل اهو. بص في اشياء كتير جدا بالريكتنجل. ونجيب اللون واعمل نص اللاير كده لون ونصها لون، وطبعا من الوان اللوجو. واجي هنا كده ادي اد لاير، وبعدين هعملها مثلا لو هي اللون ده اهي اللون ده.
وهاجي هنا في حاجة اسمها corner reduce. ده معناه ان المربع بتاعي انا مش عايزاه بنفس الحدة اللي بتكون عندي. يعني هنا المربع والمستطيل بيكون حد الحواف، لا انا عايزاه ان هو ايه، المربع تكون حوافه كده كأنها دايرة. هي مش دايرة، هي مربع بس الحاف بتاعته فلافي كده كأنها دايرة. ادي اللي هي واقفة عليها. وبعدين هاجي ايه اعمل واحد كده. شايفين هو مش مستطيل بالشكل الحرفي، هو ايه حاجة كده من ايه، من المستطيل ومش من المستطيل. مستطيل بس الدايرة بتاعته مش شارب. دن بقى عندي ناحيتين. الموضوع بقى لذيذ، بقى فيه الوان واشكال. ممكن ادي اللير احط اللوجو احطه فوق. ادي اللوجو بتاعي اكبره مثلا واحط اللوجو يكون متمركز وواضح وظاهر عندي في سايت. واجي في السايد التاني برضو اعمل نفس الشيء، وادي نيو لاير. وبعدين اجي هنا اد تكست. طبعا التكست اللون هنا نفس اللون، فانا هخليه ابيض. وهبدأ النيم مثلا بتاع الشركة البليس مثلا النمبر وليكن بس done. واظبطهم هنا. لو انا مثلا ما عنديش ديتيلز كتير ان انا احطها، انا هاجي بقى في التكست ذات نفسه بتاعي وهسيب مسافات بين كل كلمة وكلمة، بحيث ان هما يعني ما يكونوش متمركزين بالشكل ده بس في النص، لان هما يكونوا ايه تحت بعض. تمام. ده برضو شكل تاني لوجهة تانية. طبعا هنا دي ممكن ايه، لو حاسين ان هي كمقاس اكبر ممكن اجيب ادي ريكتنجل تاني وايه احط واحدة اصغر سنة، بحيث ان انا ايه اظبط الشكل اللي انا عايزاه. ممكن اخليه بدل جولد اخلي درجة من الاحمر بس افتح، او ممكن ان انا اخليها درجة البرجندي هي بالظبط اللي موجودة عندي، كأن ازن الجزء ده داخل في الجزء ده. موضوع هيكون لذيذ برضو. بس يعني لما نيجي نحط اللوجو اتمنى ان احنا نحطه متفرغ. ممكن اعمل شكل تاني، ان انا اجيب الريكتانجل بتاعي ده اللون بتاعي، اجيب الريكتانجل. ادي الريكتانجل بتاعي اهو. واعمل ايه ريكتانجل اهو. بس هنا كده انا مش عايزة الكورنر يكون بالشكل ده. اوكي هاد لاير. بعدين هاد ريكتانجل. الريكتانجل اهو شارب عندي عشان الكورنر مش زي ما انا عاملاه في الاول. وهجيبه هنا في الكورنر فوق، وهاد لاير وهاد ذا سيم بس هنا تحت. اجيب بس ايه اظبط الدنيا كده عشان المقاسات. دن. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اد لاير وهعمل ريكتانجل تاني تحتيه بس على ايه اصغر شوية. ايه اهو. اوكي هو لونه هنا بقى برجندي. وبعدين احركه هنا وهاد لاير وهعمل كمان ريكتانجل هنا ليكون عندي بالشكل ده. ممكن احط اللوجو على الكورنر اليمين والانفورميشن على الشمال، الكورنر على الشمال والانفورميشن واللوجو على اليمين. يعني هظبط ايه الباقي في النص عادي، مش هتكون دي ايه ده بيج بروبلم يعني. ادي اللوجو هو عادي جدا بالموف تول. احركه احط هنا كده وهجيب التكست الناحية التانية.
اهم حاجة add layer. ادي add layer. ادي الكلر، وليكن اعمله بالجولد. ادي النيم، ادي معيار، ادي البليس، وليكن AK. وطبعا لو هحط اي information تاني يعني الموضوع مش هيكون مش هيكون ساعتها هو ده المشكلة او العائق يعني. المهم ان انت الشكل اللي بيكون من بره او الفورم او الباترن بتاعك بيكون من بره، انت خلاص عندك اكتر من ايديا ان انا ممكن اعمل في الفورم اللي من بره. وبعدين مكان اللوجو والنيم ما بيكونش يعني موضوع ده اصعب شيء، نظرا ان انت بيكون عندك عادي، انت عندك التكست وعندك اكتر من شكل للخط بتاعك، اللون. المهم ان انت تفوكس ان الموضوع يكون الوان اللوجو بتاعتي، او ان انا احط شيب، الشيب هيكون عامل ازاي وما الى ذلك. ده بما اننا لما نستخدم الشيب اللي هو المربع، ممكن نستخدم الدايرة. ممكن نيجي هنا على الكلر ونختار الكلر بتاعنا. ادي مفتول، ادي الشكل ده، add layer، ادي السيركل، ادي مفتول، ادي السيركل التانية. ادي هنا هتكون يعني الموضوع هيكون حرفيا ايزي بالشكل ده، ان انت ممكن تحط ده لو الكارد هيكون مثلا شراكة بين تو كامباني. وبعدين هتحط مثلا اللوجو هنا في الدايرة دي، ولوجو في الدايرة دي، وفي النص هتحط more information. ممكن لو حبيت ان انت تحط تاتش من تحت، تيجي هنا وتجيب مثلا ادي اللون الجولد، وتخليها مثلا من تحت جولد لو دي الالوان بتاعتي. مع اني يعني بفضل ان الباك تكون سادة اكتر، ده بيوفر عليك في الطباعة وبيوفر على الشخص، وبيكون من افضل الالوان عموما اللي احنا بنشتغل عليها. ممكن ان انا اخلي اللي من تحت هو اللي برجندي، واجي هنا بالشكل ده. وممكن دي اعملها از باك، يعني بدل ما هنا لوجو هنا لوجو، انا ممكن اعمل الاتنين دول از باك هنا كده، وهجيب اللوجو بتاعي وهحطه هنا في النص بين الشكلين كده. وممكن دي تكون باك لديزاين مختلف. ممكن نفس الشكل بتاع الدايرتين دول اجيب الموف تول، والدوائر دي بدل ما تكون هنا من في النص، ادي اهي. ادي الدايرة التانية اهي. ممكن احط في الباك باترنز جاهزة، هوريكم كام باترن. اوكي، دي الباترن اللي انا بقول لكم ان احنا ممكن نحطها في الباك. طبعا الباترن اللي هي زي دي يعني باترن الموضوع بيكون لو لحاجة قرآنية شوية، اللي هي الحاجات اللي زي دي. انت برضو بتختار، حتى الباترن بيكون على حسب، يعني زي الباترن اللي فيها اكل دي على حسب مخبوزات وما الى ذلك، بيكون في كايند كتير من الباترنز اللي بنحطها. طبعا نحط اوبن، ده اكتر من تايب في الباترنز، وليكن نجرب الباترن ده. ادي اهو، هفت الباترن على قد الغلاف بتاعي. ضن بعدين هاجي على اوباسيتي، وليكن هخلي الاوباسيتي 15. هنشوف حسيته ظاهر بس ان انا عايزه اضيف باترن غيره. اوكي، هنا وليكن مثلا هضيف الاوباسيتي، هزودها اكتر بحيث ان انا اشوف وهو زيادة هل هيعجبني. مثلا زودته موت هنا،
طب لو شلت هنا دول، هل الستيل الباك هتكون عجباني؟ لا، حاسه ان الموضوع مزخرف مود. هشيل كل الباترن وهاوبن واجرب باترن تاني. هو الديزاين ما بيجيش حرفيا من اول مره، يعني ده شيء شبه مستحيل. فلازم ان احنا نتعود ان احنا نجرب حتى في الباك الواحده ان احنا واحنا بنقلل الاوباسيتي. مش هنقلل اللي هو بص كده، لا ده الاوباسيتي ده محتاج يكون كذا، لا محتاجه اقلل مثلا. حاسه لا، انا ممكن لو قللت الاوباسيتي اكتر الموضوع هيكون ألذ. حاسه كده ان الباك لذيذه. لو ادي اللوجو هنا، بس طبعا اللوجو بيكون متفرغ، هبعتلك اللوجو متفرغ عشان اشتغل عليه. هادي اللوجو هنا، ممكن اخلي اللوجو على جنب هنا وهاد تكست، وساعتها التكست ممكن يكون بالجولد او الابيض عادي. ادي النيم، وليكن ايا يكن اللي هنكتبه هنا done. مثلا المهم ان هو يتماشى مع الباك بتاعتي. done done. طيب في مليون شكل تاني ممكن ان احنا نجربهم، بس اكتر شيء بالذات في مواضيع ان حد عايز يكون حابب يحط صورته وكده، ان احنا نعمل سيركل زي ما اتفقنا. اغير لونها عشان اوضحها لكم. ادي السيركل، وهاد لير، وهحط صورة الشخص اللي انا حابة احطه، اللي هو شخص. ادي بالموف تول هظبط الصورة بحيث ان هي تكون هنا. بعدين هقف اتاكد ان انا على اللير كليب ماسك. ادي الست اهي جوه اهي. وبعدين هروح مثلا لو انا عايزه اعملها اكتر من شو زي ما اتفقنا، لو هاجي هنا واحط التراينجل زي ما اتفقنا هنا كده، واكتب جواه الانفورميشن هنا كده. اكتب جواه الانفورميشن، او مثلا لو انا عايزه الاتنين يماتشوا مع بعض هتكون بالشكل ده. done. ده شكل ممكن لا حسن الشكل المستطيل. هنا مثلا ده كارت كنت شغال عليه. الموضوع يعني حرفيا ما فيهوش ديتيلز كتير، بس ستيل شكله الواضح ومنظم. دايره اهي الصوره كليب ماسك، وبعدين حطيت مربع كده بس معمول الحواف بتاعته بالشارب، وبعدين في من ورا باترن كده ديني بما انه شيخ، وبعدين اتقسم ل3 هنا كده الايقونه بتاع النمبر ومحطوط مع النمبر، بعدين بليس واسم الفيسبوك بتاعه. ده برضو كان تايب سيم شخص. هنا برضو من ورا في حاجة كده علامة من حاجات الشيوخ كده في الباترن، وبعدين اتحط صورته هنا كده برضو ككليبين ماسك. هنا الباترن حاجة كده جاية من هنا بوضوح، وبعدين بتبدأ ان هي تكون اخف في المكان ده بحيث ان هي ما تضغطش على الكلام. الاوباسيتي بتاعتها قليلة، الايكونز موجودة متنظمة، نفس الخط، التكست هو بالظبط مش بيتغير. هنا ده كان عرض الخصم، فالموضوع كان ازفن لان هو كان بيتوزع حرفيا بدون فلوس، فكان محتاج ان هو يضغي عليه شكل إن الموضوع لذيذ. فهنا حاطين حاجات فن، يعني هو المكان تعليمي بس هو في نفس الوقت احنا كنا عايزين بما ان كارت مجاني بيتوزع، فعايزين نضغي عن الموضوع ان احنا از فريند وعيلة واحدة ومش مهتمين بالفلوس وبنوزع خصومات على الناس. الخط هو واحد، بس في النمبرز الانجليش اللي بتحتاج ان هي الخط بيكون مختلف. هنا برضو ده كنت لسه شغالة عليه. ما فيهوش الديتيلز كتير. هنا برضو دايرة محطوطة عشان ايا يكن الشخص اللي هيحط الصورة بتاعته فيما بعد، وبطاقات التعريف بتاع الطلاب هنا كده. هو بس بتحط له كام شيب، الموضوع مش متاخد كل هذه الاهميه. ومن ورا برضو في باترن بسيط كده، والاوباسيتي بتاعته قليله خالص، وما فيهوش غير الحاجات الديتيلز اللي محتاجها الشخص مش اكتر.
هنا برضو الباك دي الباك بتاع نفس الكارت، ما فيهاش حاجة كبيرة موت، شيب من فوق وشيب من تحت صغير بس. هنا الباترن الاوباسيتي بتاعته اعلى، يعني هنا ما علتش الاوباسيتي بتاع الباترن اللي من ورا علشان انا عايزه ابرز الكلام، لكن ورا مفيش كلام ولا اي حاجه. دي الباك بتاعتي فعايزه اخليها بطريقه كده سيمبل، وفي نفس الوقت يبان ان الباك فيها حاجه، فزودت الاوباسيتي بتاع الباترن وبس. حطيت اللوجو، يعني ده كله ما مش كاتبه كلام تحت اللوجو، هو كله كده نفس اللوجو بس.